السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبين الكورة مع حلاوة. النهاردة ماتش خرافة، روعة الروعة. النهاردة المباراة دي هنطلق عليها تيكي تاكا بنكهة مصرية. هنتكلم النهاردة على الماتش على جزئيات، ونخش جوه عجل كولر زي ما اتكلمنا امبارح. وهنتكلم النهارده كولر كان بينفذ تريكات فوق الممتازة. النهارده الأهلي أول حاجة الأهلي أول مرة نشوفه بيطلع بكرة من تحت. اول مره تشوف الاهلي بيطلع بكره من تحت لما خط الدفاع اتغير، لما اتكلمنا وقلنا استبعاده لايمن اشرف، واستبعاد استبعاد ايمن اشرف من القايمه، ورامي ربيعه على الدكه عشان جوده اللعيبه دي في الطلوع بالكره من تحت صعب. النهارده اتفرج محمد هاني، اتفرج محمود متولي اتفرج محمد عبد المنعم، اتفرج علي معلول. كواليتي اللعيبه اللي بتلعب الكره من تحت، يتزنق، يبدا واحد على واحد، يعرف يعدي من المهاجم وبيطلع يسلم لزميله وياخد مكان ما بيركنش، وشماله ويمين شغال. الاهلي النهارده بيلعب بكوره من تحت كويس قوي. او ما تشوفش فرقه مصريه بتطلع كوره من تحت كده. المدرب ده بيفكر كويس قوي. جرى فرقه اوكلاند سيتي، عارف ان فرقه اوكلاند سيتي زي ما اتكلمت امبارح هتجيب الاتوبيس تركن ورا وخلاص على كده. هيعتمدوا على المرتدات وعلى سرعات الطرفين بتوعتهم، لا اكتر ولا اقل. هو راح عامل ايه؟ راح عامل النهارده عشان يامن سرعات الطرفين عنده، راح جالب الخطه ال 4-4-2. الاهلي النهارده ما كانش بيلعب ب 4-2-3-1 ولا ب 4-3-3. الاهلي النهارده بيلعب ب 4-4-2 فلات، ب 4-4-2 فلات. هنجيبها من ورا لقدام. في الشمال علي معلول، جنبيه محمد عبد المنعم، جنبيه محمود متولي، جنبيه محمد هاني. حط ديانج والسوليه اتنين على دايره المنطقه بتاعته، واحد مركز 6 وواحد مركز 8. وراح منزل الطرفين في حاله الضغط على الخصم. انا قلت لك مش هيضغط الخصم من قدام في اغلبيه الوقت. كولر بيبقى عنده حته بيقسم الماتش على جزئيات، في الاول الماتش بيبقى عنده تحفظات وبيشوف فكر الفرقه اللي قدامه هتعمل ازاي. النهارده راح عامل فكره كويسه قوي. راح عامل ايه؟ حط الاثنين، حط ديانج. احنا كل اللي شاف التشكيله تخيل ان ممكن يلعب ب 4-3-3 ويبقى اثنين بوكس تو بوكس وينزل في وسطهم ديانج. بمعنى يعني لو حط ديانج وحط حمدي وحط السوليه، كل اللي بص على الخطه من اول حاجه قال لك هيلعب بدول، او يشتغل زي ما كان بيشتغل حمدي فتحي انه صانع العاب تحت مين؟ تحت السوليه وتحت ديانج. النهارده حمدي فتحي ما بيلعبش صانع العاب، النهارده حمدي فتحي بيلعب شادو سترايكر. هتقول لي ازاي يا حلاوه انت هتهزر؟ ما بيلعبهاش دي. اقول لك لا، كان بيلعبها. والشوط الثاني هي خير دليل. تخيل الكره مع الخصم، مين اول اثنين بيضغطوا من قدام؟ حمدي فتحي، محمد شريف، الاثنين كده بالظبط. تحتهم اربعه الطرفين عبد القادر وحسين بينزلوا على نص الملعب جنب ديانج وعمرو السوليه. بيبقى الاربعه بالظبط، اربعه واربعه جمالهم بالعرض، والاثنين بيضغطوا قدام على الاثنين المساكين بتوع الفرقه بتاع اوكلاند سيتي. فبدا التحرك بتاع الاهلي بيبقى بالظبط الاثنين اللي قدام بيفتحوا الملعب بالعرض في الضغطه، وبيشبه فكره اوكلاند سيتي انه ما يعرفش يطلع بالكوره. ليه؟ انت جايب له الطرف اليمين باثنين ومأمن الطرف الشمال باثنين. هتقول لي مين الاثنين؟ هقول لك محمد هاني بيعمل عمق، وعندك حسين في حاله الضغط علينا كان بينزل جنب محمد هاني، كنت تلاقي اثنين ورا بعض. الناحيه الثانيه هكذا نفس الكلام، عبد القادر وعلي معلول الاثنين جنب بعض بينزلوا هكذا، وديانج والسوليه. وكان في حاله لما الاهلي ينضرب من دول حمدي بيكون رجع ونزل في وسطيهم شادو سترايكر. ما كانش بيلعب النهارده صانع العاب، لان لو بيلعب صانع العاب في حاله الضغط مش هيضغط الضغط ده، هيضغط في وسط الاثنين اثنين نص الملعب. يعني هو في حاله هو بيلعب صانع العاب كان هينزل، المفروض الطبيعي انه كان هينزل وسط مين؟ وسط ديانج وسط السوليه، كان هينزل في وسطهم ده لو صانع العاب. ما كانش هيطلع يضغط من قدام الضغط العالي ده. الاهلي كان بيسيب الاثنين يدخلوا ضغط عليهم، ما كانش بيروح وراهم، كانوا بيقفلوا كده بالظبط. المساكين ورا نص الملعب، وكل اثنين عاملين جبهه قافلينها. الاهلي النهارده الاختراقات من العمق 10 على 10، اختراقات من التصويب من بره. انا قلت كولر من مميزات كولر بيشتغل فردي كويس على كل لعيب. النهارده محمد هاني 10 على 10 اشتغل وشاف عيوبه وشاف مميزاته، وبقى الاوفر اللي ما تعرفش تلعبه مره واحده دوس على الكوره وارفع عشان خاطر ما يبقاش شكل الاوفر وحش. انما رفع واحده مره واحده، لو شفت كولر كان اتكلم معاه وقال له اهدى صبرا بالراحه العب. بيعمل فكره احلى في حاله ضغطنا قدام. لو الطرف اليمين بيلعب بالضغط من قدام بيتحرك محمد هاني، وليكن علي معلول ما بيكملش وبينزل على قوس الدايره، بيقفل الحته بتاع الدايره
علي معلول بيقفل حته الدايره وما بيروحش يكمل طرف شمال، عشان في حاله المرتده علي معلول يبقى نص ملعب جنب ديانج، وحاله الهجمه لينا بيبقى زايد مين؟ وليكن الهجمه من اليمين، زايد عندي محمد هاني وزايد حسين الشحات وتحتهم السوليه في الحته دي. كويس. حمدي بيكمل جوه الدايره، جوه المنطقه هو ومحمد شريف متفقين على كده، بيخش عبد القادر في العكسيات. تمام. علي معلول بيكون فين؟ الطبيعي اللي كانوا بيعملوه في الاول انه علي معلول يفتح الشمال خالص، لا هو ضغط بيعمل ايه؟ بيخليهم كلهم زي التشريح اللي انا قلت لك عليه، يجي علي معلول من تحتيهم ويجي جاي في الحته جنب ديانج بيبقى تحتيهم عدل عامل التغطيه وقلب الدفاع في حاله المرتده علينا، بيبقى هكذا. والاثنين السرد باكات بيبقوا ورا ديانج، في حاله احنا لما بنضغط عليهم بنضغط كامباك قدام، بالظبط نفس نظام، بس نفس نظام جوارديولا لما كان بيلعبها مع برشلونه وبيلعبها مع السيتي ضغط، الفرقه كلها كتله واحده بترحل بعضيها، مفيش فراغات، قريبين في المساحات، كل مساحه قريبه منها. ديانج النهارده بيعمل عمق وسط الاثنين المساكين 10 على 10، بينزل وسط هاني ومحمود متولي بيلعبهم باريحيه. خلاف ده كله شفنا النهارده ميزه جديده، محمد الشناوي بيبدا برجله، ما بيطفش كتير، بينضغط وبيعرف يطلع بالكوره. واضح ان كولر كلم مدرب الحراس وقال له شغل الشناوي برجلك كتير، كنا بنشوف الشناوي غلطته كتير برجله، النهارده لا يذكر يعني غلطه او اتنين بس عاديين، يعني ما تغلطوش وراحوا عليه بهجمه. بس عايز اقول لك كولر اشتغل على كل واحد فرديا لدرجه انه كلم مدرب حراس المرمى عشان يخلي حارس المرمى يلعب برجله بدل ما يطلع بالكره من تحت. محمد عبد المنعم النهارده في كره في الشوط الثاني في حوالي الدقيقه 65 اتزنق، لم واحد والثاني ودخل في قلب الملعب وراح على اللعب من الناحيه الثانيه. ده اسمه ايه؟ ثقه. لو انت مدافع عندك انعدام ثقه هتتلخبط في الكوره، هتتلخبط. فرقه اوكلاند سيتي النهارده بتلعب بدفاع متقدم سنه، بيلعبوا حاولوا يلعبونا على الاوفسايد، بس احنا ضربناها حتى في الجون الثاني، ضربناها النهارده ليه؟ ان احنا دخلنا باتنين روس حربه، فكان هم مشتتين ودخلنا الاثنين اللي قدام الطرفين حسين وعبد القادر يخشوا العمق، ما يلعبوش الطرف كتير، فالبينيات تبقى عندنا من العمق، انت في حاله بتبين من العمق بيبقوا 3 في العمق ومكمل تحتيهم حمدي فتحي، فبتبدا تعمل دربكه لخط الدفاع، مين فيهم الاوفسايد ومين مش في الاوفسايد، فبالتالي بتبدا تعمل جوده لعيبه اوكلاند سيتي جوده على جده مش عاليه، عشان برضو ما نفخمش الموضوع قوي ونفوجئ الماتش الجاي ان احنا نتصدم. احنا يا جماعه بنحلل فقره في ماتش، ما بنحللش اداء الاهلي مستمر. انا بحلل النهارده فقره في ماتش، بمعنى هتقول ازاي يا حلاوه؟ هبسطها لك. الاهلي النهارده لاعب اوكلاند سيتي، الخصم قوي؟ لا مش قوي، اداءاته ضعيفه، بس الاهلي عمل شغل قوي جدا عليه، عمل تركات، بان شغل المدرب على اللعيبه، بان تحركات اللعيبه النهارده مرنه وسلسه، اللعيبه واخده ثقه، واخده التصويب من بره، حسين الشحات بيصوب من بره، بدا في تطور من حسين من ساعه ما رجع من الاصابه، وانا كلمت امبارح وقلت الراجل ده بيستبعد على اساس التدريبات، انت كمشجع ما بتشوفش تدريبات الراجل ده بيدربهم ازاي، الراجل ده بيشوف بعينه في الملعب اللي بيأدي وبيعمل اقصى ما عنده بيجيبه وينزلوا الملعب، والملعب فيصل بينه وبينك. محمد شريف جيب ماتش الزمالك حط جونين، جيب ماتش البنك الاهلي حط جون، بيدوا له النهارده لحد دقيقه 80 بسم الله ما شاء الله بيحط جون، بيضيع له فرصتين بس بيوصل، بيتحرك كتير. لا محمد شريف يرده في الملعب يكمل. كهربا هكذا ينطبق عليه الوضع، ماتش سموحه جون واسيستين، ماتش الزمالك جون، جيب ماتش البنك لما شريف استعلى عليه في الكوره نزله حط معاه اهداف. كهربا النهارده بينزل في الدقيقه 80 برضه مفيش حد زعلان، فين على طول وشه بيدخل تاو، الراجل ده شغال على ال 30. الفرق بين كولر وموسوماني ده اللي اتكلمت عليه، كولر بيشتغل على 13 14 لعيب، لما بيسقط منه لعيب ولا اتنين في الاصابات بيفكر يرجع للدكه بيلاقي لعيبه نايمه على طول، مفيش ليه؟ صلاح محسن ده فن وفن لما بينزل لعيبه عضلاتها خدلانه، هي مش في التركيز، عارفين ان انت شغال على 13 14 لعيب فقط لا غير، فن وفن لما يجي لي دوري، فلما تفوجئ دروب بالاصابات، اصابه 2 3 4 القوام الاساسي بدا يرجع، دور هات بقى من الاحتياطي، اهو لسه هنجهز بقى وانت في نص موسم ولا في التحامات ماتشات ورا بعضها كل 3 ايام، تلاقي اللعيبه كلها مرهقه ليه؟ ده ما بيلعبش، ما هو ما بيلعبش، ما بيتمرنش كويس، مش مركز معاه المدرب، مش مركز معاه، مش شغال عليه بدنيا كويس، فاللعيب كده بيروح التدريب يا عم احنا كده مش هنلعب، احنا كده اصلا هو مش مركز معانا، هو مركز مع كذا، هو بيلاعب كذا، هو كده على طول. بدا جحسن حسن لما بقى ينزل خايف مرتبك، ما عندوش الثقه، انعدام ثقه، الهجمه دي وصلت لي
المهاجم بالذات يوصل قدام الجون خايف يشوط لحد يكلمه، خايف يباصي لحد يكلمه، فبيرمي على زميله وزميله يرمي على زميله وزميله يرمي على زميله. ليه؟ انا بلاعب 3 4 جنب بعض وفي انعدام ثقه بينهم. انعدام ثقه بيرجع للمدرب. المفروض انا كمدرب اتكلم معاه، يا كابتن انت كذا، كابتن انت كذا، اشتغل على الكل، اشتغل على 30 لعيب هتحتاجهم. الموسم كبير، فرقه الاهلي فرقه كبيره، بتلعب دوري، بتلعب كاس مصر، بتلعب كاس سوبر، بتلعب كاس رابطه، بتلعب دوري ابطال افريقيا، كمان كاس عالم للانديه، ماتشات ملتحمه في موسم ضيق هحتاج ال 30 لعيب. النهارده كل لما بيحتاج خالد عبد الفتاح بيلاقيه. تقول لي خالد صفقه جديده زي بعضه، بس العين اللي جابته وشافته واتكلمت معاه برضه عينه في الملعب. احتاج رامي ربيعه. هل رامي ربيعه ده اللي بيلعب اديله فتره ما بيلعبش، وكان بيلعب متولي وكان بيلعب ياسر وكان بيلعب، جاب رامي ربيعه نزله في ماتشات الزمالك وماتش سموحه وهكذا؟ لا، ده رجله في الملعب وبيعمل اللي هو عايزه. تمام تمام. مع متفق معايا لحد كده؟ متفق معاك لحد كده. جاب مين تاني؟ محمد هاني، اكرم لاعب عليه فتره جامده. محمد هاني كان اداؤه وحش، ما حدش يختلف من جماهير الاهلي ان محمد هاني كان اسوا اداء من اول الموسم. اديله 5 6 ماتشات انا اتكلمت عليه امبارح وقلت ان كولر ميزته انه بيتكلم مع كل لعيب لوحده وبيشتغل عليه. اتكلم مع محمد هاني، طور منه، شاف الدفاعيه، كلمه على الدفاعيه اكتر من الهجوميه، قال له انا مش عايزك تعمل لي الحته الهجوميه كتير وتتعب لي في الدفاعيه، مش هتقدر تطلع، يبقى امن دفاعتك. وحسين يعمل الشغل اللي قدام، وده المدرب الصح. حسين انا مش لازم عرضيات، انا كده ما عنديش راس حربه هيدرز، ما عنديش راس حربه متفوق في الكره العرضيه. طب ما تلعب من العمق، اخترق من العمق. محمد شريف ميزته في رجله شمال ويمين وبيلف وفنت وشوط، اشتغل عليه على العمق. بدا محمد شريف جاب جون، ضيع 3 4 فرص. ليه؟ مدرب جاري، مدرب وقف. ولا خليك المدرب ده بارد جدا جدا جدا، بيقف على الخط، بيقف على الخط، لا متعصب ولا متنرفز ولا بيشتت اللعيبه ولا كتير كلام، بس تشوفه على الخط تحركات. الملعب مش عاوز كذا، يتحرك كذا. النهارده دخل تاو ودخل طاهر عشان يديهم فورمه الماتشات. انا كنت متوقع انه ممكن يلعب بطاهر، بس واضح في الملعب ان حسين بياكل في نفسه فمسيطر في الحته اليمين اكتر، وطاهر لسه راجع من اصابه ما سيطرش عليه. فنزل طاهر النهارده ونزل تاو النهارده، وبدا يلاعب تاو في مركزه الاصلي. تاو مش راس حربه، بس لما رجع حته راس الحربه اشتغل فيها شريف واشتغل فيها كهربا كويس، رجع تاو للحته اليمين فبدا يشتغل. فاحنا كده فهمنا ان هو استبعد كريستو عشان هو عنده حسين وعنده طاهر بيلعبها وعنده تو بيلعبها، وبدا طاهر يحطه الناحيه الثانيه بديل لعبد القادر. فاحنا فهمنا استبعاد كريستو ليه، وفهمنا استبعاد برونو ليه، لان هو مش هيبدا يلعب ببرونو الحته اللي قدام ده. لقى حمدي فتحي بيعملها له كويس، بل كمان عنده النزعه الدفاعيه قويه، فبيرجع يغطي له الحته دي وبديله قفشه. وده بان في حمدي فتحي في ماتش الزمالك وماتش النهارده، بدا يشتغل عليها كويس. فبدا الحته اللي قدام دي يعمل لها بدايل وحلول، وده المدرب الصح. ما تشكيش، اخترع حلول للفرقه. وانت مدرب ازاي؟ شوف قماشتي دي هتعمل ايه وانضف طريقه واشتغل بيها. ما اجبرش فرقتي وقماشتي اللي معايا دي واقول لهم اعملوا لي نفسكم برشلونه واطلعوا لي من هنا، ولا اعملوا لي نفسكم السيتي. مش هقول برشلونه اليومين دول عشان الحال مايل والدنيا واجعه معانا، ولا اعملوا لي نفسكم السيتي واعملوا مش عارفه القصه دي. لا، قماشتي شغاله هكذا. وانا ضربت مثل على تين هاج بتاع مانشستر يونايتد في الفتره اللي فاتت، لما راح وبدا يلعب كورته اللي كان بيلعبها في اياكس، ما مشيتش. السكواد والكواليتي كله مش هيشتغل معاه تيكي تاكا، لا، بدا يظبط وشاف الصفقات على قد الحاجه وبدا يشتغل كومباك. فرقه تقف، هنعمل مرتداتنا، احنا نتميز براشفورد ونعمل مرتداتنا عشان ما اطلعش من الموضوع واطولكم. انا بديكم مثل بسيط، مثل اوروبي بالناس اللي متابعه كره اوروبيه بتعمل هكذا. ده بيرجع للمدرب. انا كله بتكلم على كولر ومميزات كولر. كولر جرى الملعب كويس، كولر جرى الخصم كويس. وانا اتكلمت امبارح وقلت ان كولر من مميزاته انه بيدخل ال 30 لعيب في الفورمه. مروان لسه جاي من الاتحاد، بدا يدخله 10 دقائق في ربع ساعه. في ماتش البنك لعبوا 60 دقيقه، ماتش النهارده نزلوا 10 دقائق، شاط له شوطه، بدا يتحرك كويس. واضح ان الاسلحه الاساسيه هتبقى عنده الايام الجايه في حمدي فتحي، في ديانج، في السوليه، قوام اساسي. هو بيعمل ايه؟ ما بيلعبش في العمود الفجري بتاع الفريق. العميد كل فرقه بيبقى لها عمود من الحارس لراس الحربه. هو لحد دلوقتي عنده جزئيه راس الحربه دي لسه ما استقرش عليها، بس حارس معروف اساسي هيبقى مين. الاثنين المساكين عنده معروف. وده الفرق بين كواليتي محمد عبد المنعم ومتولي وكواليتي ياسر ومتولي، او ياسر وربيعه، او ياسر وعبد المنعم. بيبان فرق شاسع فيهم. ادي ده الكواليتي بتاع الاثنين المدافعين. بدا يثبتوا كويس، بدا ديانج ده يحجز مركز 6، بسم الله ما شاء الله، دبابه لا يعلى عليه. بدا يحجز له مركز 6 عنده. بدا بقى في الحته اللي قدام هشغل فيها حمدي فتحي. كنت بحطه جنب ديانج، لا، انا عندي السوليه فت، عندي حمدي فت. خساره قاعد حد فيهم. قفشه
مش شغال معاه اليومين دول، لا نخترع لحمدي حته، بدا يظبط له حته ويكيفها على مزاجه ويشغلوا فيها مره واثنين وثلاثه وتعلم. حمدي هو شايف ان حمدي بيتعلم كويس، بيقرا كويس المدرب عايز ايه، فبدا يعمل معاه الشغل ده. وراس الحربه هكذا. انا بشكر مارتن كولر على الماتش النهارده، وبشكره على الاداءات، وبشكره على تحركات اللعيبه وعلى الافكار اللي خلانا نتفرج عليها وخلى يظهر مظهر الاهلي بكره جميله. احنا جمهور طماع بطبعنا، نحب الكره الجميله ونحب الاهداف ونحب النتائج. كولر لسه عندك ماتش صعب، مقياس اوكلاند سيتي مش مقياس برضه عشان نقيس عليك، لسه الماتش الصعب هو اللي هيبقى مقياس عليك، ومسامحك في ماتش ريال مدريد لفرق السرعات. بس احنا الاهلي ما بنخافش من حد. وشكرا على المتابعه.